هاد القصة كاينين شي عائلات ما غاديش تعجبهم، وكاينين شي ناس ما غاديش تعجبهم، لحقاش الحقيقة ما كنتقبلوهاش. هذا هو الواقع. اسمع معايا هاد القصة مزيان، ولكن بلاتي مازال ما درتيش داك القليب، دير داك القليب باش يوصل هاد القصة لبزاف ديال الناس. واحد الشاب خرج من دارهم وما عرفوش فين مشى، ودازت المدة ودازو السنين حتى كيغوت لدارهم وكيقول لهم انا راه حركت من البلاد ومشيت من بلاد لبلاد حتى وصلت لهولندا. وهاد الشاب هذا كان خدام وداخل سوق راسو وكيصلي وغادي مع الحياة. هو هذاك شافت واحد الهولندية بان لها الشاب داخل سوق راسو متبع دينو وصلاتو وخدمتو وما عندوش مع التخربيق، وهي تجي عنده قالت ليه راه كتعجبني وبغيت نتزوج بك. هو يبقى يشوف فيها باستغراب ما فهم والو، ويقول لها مرحبا ولكن عندي شرط واحد. وهي تقول ليه اما هو؟ قالها تدخلي للدين الاسلامي. قالت لي عرفني بالدين ديالكم وإلا عجبني ندخل ليه. المهم شرك وتوب وبدا كيعرفها بالدين، خاصك تصلي تصومي تزكي وبزاف ديال الحوايج ديال الدين عاودهم لها، وعجبها الدين واقتنعت به. قالت لي هذا ديال الحق وديال الخير، ودخلات للدين الاسلامي وتزوج بها وولدوا اطفال وعايشين بخير وعلى خير. هاد الشاب تفكر والديه، تفكر خوتو، تفكر الناس اللي كبر معاهم. قال خاصني نرجع لبلادي وندي ولادي يشوفوا والدي وخوتي ويعرفوا مراتي. قال لمرتو الهولنديه وهي تفرح، قالت خاصني نمشي نشوف العائله ديال راجلي نتعرف عليهم ويتعرفوا عليا. صافي شدوا الطياره ومشاو للبلاد. كان واحد الاستقبال حار من طرف العائله ديالو، فرحوا بهم بزاف. ديك الهولنديه بقات كتشوف وكتهندس، هما راه اذكياء وكيلاحظوا مزيان، وهي تغوت للزوج ديالها. قالت ليه ضروري خاصني نتكلم معاك في شي موضوع اللي مهم. هو يقول لها شنو هذا الموضوع؟ بقات كتشوف فيه وقالت ليه واش عائلتك مازال ما دخلوش الاسلام؟ هاد الشاب تصدم، ما عرف يبكي ما عرف يضحك ما عرف شنو يدير، ما كراش الارض تحل ويتخشى فيها. قال لها علاش؟ قالت لي باك كيسكر، امك كدوي في الناس، وخوك كيدير المخدرات. قال لها عندك الصح. قالت لي والمصيبه الكحله انا شحال مريحه معاك وعمرني شفت القران ولا سمعته كيقراوه ولا كيصليو. هاد الشاب بكى وطلع ليه الدم، ويقول العائله ديالو في العشيه بغيت ندوي معاكم كاملين. بعد العشاء تعشاو كلاو وريحوا، ويقول لهم بغيت ندوي معاكم ضروري في الموضوع اللي قلت لكم. قال لهم مرتي الهولنديه قالت لي واش العائله ديالك مازال ما دخلوش الاسلام؟ ويقول لهم هاد الهولنديه تعرفت عليا وحببتها في الاسلام وولات مسلمه حقيقيه، ومنين جبتها عندكم لقات داكشي اللي كتكون نقول ليها ماشي هو هذاك. ودابا شنو غادي نقول لها؟ هو يقول لهم هادشي راه كاع ما مزيان، اتقوا الله اتقوا الله. وطلع ليه الدم وهز ولادو ورجع لهولندا. والعبره من هاد القصه هادي كاينين شي عائلات ما كيشعلوش القران، ما كيذكروش الله في الدار ديالهم ولا كيصليو. كيفاش بغيتي هاد الاسره هادي تدخل لها البركه؟ وهذه راه ظاهره كثيره في المجتمع ديالنا، واخا هي راه كتألم ولكن الواقع هو هذا. وحنا راه كلنا خطاؤون وتوابون. كنتمنى الرساله تكون وصلت، اخوكم كيحبكم في الله. تحياتي، السلام عليكم.